سلام بنات، نتمنى ان هذا الفيديو يصبكم فيه صحه جيده وينال اعجابكم. اليوم غادي نقدم لكم صلصه تاع بيتزا وشوربه تاع سانطير. انا عندي جوج نتاع طماطم، نص بصله، قزبر، معدنوس، كرفس. عندي كبده وقلب تاع الدجاج. انا عندي خرقوم وسكينجبير وفلفل احمر. عندي الشوربه تاع السانطير بالزيت. انا سلقت الحمص من قربيت لحت فيه هذيك الخضر. بعد ما تسلقولي درتهم في مولينكس، طحنتهم بالسريعه تاعتهم كلشي بالقشور. انا عندي هاد الكاس تاع مولينكس ساج ماشي قرن. عندي هنايا هذاك الحساء سخون، غادي نطحنهم ونرجعهم للكوكوط. زدت معاهم شويه تاع الماء تاع الخضر باش طحنتهم. زدت قليل من الزيت. خلطت المكونات جيدا ورجعتها على النار. هنايا درت شويه تاع المرق اللي غادي ندير فيه معلقه كبيره تاع طماطش مصبره. غادي نحاول نحللها في هذاك الحساء. هنا بعد ما حللت هذيك الطماطم المصبره كبيتها في الكوكوط. درت واحد الكنورة في الحساء نتاع الشوربة. وبقية تاع الطماطم المصبرة درتها بقطع صغيرة وزدت عليها الزيت، خلطتها بالزيت كما هو واضح في الصورة. هنا بعد ما حليت هاديك الكنورة غادي نضيفها للكوكوط. ضفتها وهنا زدت كمية من الشوربة بعد ما غسلتها ويغسلها بعدا باش لا كانت شي غبرة. المشكل القريعة اللي درت فيها الصلصة تاع بيتزا، لا عفوا هادي ماشي تاع بيتزا، صلصة تاع طماطم مصبرة. هو شكل الشوربة بعد ما طابت غادي نصبها في الغرافي مع حبات التمر. هنايا الكاميرا تضبط لي بالبخار تاع الشوربة. هو الشكل تاعها.
10 تميرات. والآن غادي نقدم لكم الصلصة تاع البيتزا. عندي 4 تاع الطوماطيش متوسطين، نص فلفلة حمراء، زرودية، ورقة سيدنا موسى، نص بصلة، ثومة. هنا عندي فلفل احمر، زيت الزيتون، الزعتر، الملح، وغادي نزيد بعد نزيد شويه تاع النشا. هنا نقيت الخضر، هنا طماطم خليتها كما هي، قطعتها قطع صغيره، خليتها بقشورها وبزريعتها. بعد غادي نقطعهم الى قطع صغيره. غادي نديرهم في واحد الطنجرة، نزيد عليهم 2 كيسان تاع المحامي، تاع الماء باش طيب داك السروديه، بصله، طوماطيش، وخليهم يطيبوا هما هنا يتسلقوا لي. غادي نديرهم في الرحال اليدويه باش تبقى لي ديك الزريعه وديك القشور بقاو لي الفوق. هو الشكل تاعها بعد ما طحنت. درت كميه صغيره، هنايا معلقه درت فيها معلقه تاع نشا، فلفل احمر، الزعتر، ورقه سيدنا موسى، هنايا قزبر محبوب، قليل من زيت الزيتون. غادي نخلط المكونات جيدا. زدت واحد شويه تاع الملح. غادي نرشح هنايا قليل من السكر، نرشح على الغاز باش تعقد لي هاد الصلصه. بدات تعقد لي هنايا. ها هو الشكل تاعها. غادي نقلع هاديك ورقة سيدنا موسى منخليهاش، درت كميه قليله باش ندير بيتزا تاع مره واحده. ها هو الشكل تاعها بعد ما اصبحت جاهزه. هي الشوربه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.